بتواجهه. بمناسبه كلام حضرتك على الرئيس السابق محمد مرسي، كان ايه نوعيه العلاقه معاه ما بين حضرتك وما بينه؟ هو انا اصلا اشتغلت معاه بالظبط شهر يعني من له 30/6 انا خرجت 2/8 يعني شهر معاه. هو طبعا يعني الناس دي تظهر خلاف ما تبطن. يعني يمكن في اول لقاء قال لي كان في الاكاديميه وبيقول لي تبلغ المجلس، كان عاوز يعني في اجتماع للمجلس الاعلى. لما كان في اجتماع مع المجلس الاعلى بعد ما بقابل المجلس الاعلى للقوات المسلحه، فكلمني في التليفون قال لي عايز اقعد مع المجلس الاعلى للشرطه. قلت له قوي حضرتك قول لي كلمني. جهزت له المجلس. قبل ما ندخل المجلس قعدت انا وهو في حوار. هو يامن على كلامك كويس انما مفيش حاجه طبعا بتتنفذ. وقال لي بنفس العباره لا صدام، لا تصفيه حسابات، لا تخوين، لازم تبلغ القيادات كده. ولقيت العمليه انها كل الكلام ده بيتعمل، رغم انه قال له لا صدامات، لا تخوين، لا تصفيه حسابات. لقيت كله بيتعمل في الفتره الشهر ده. ايه بقى؟ كتير يعني ما يجي النهارده تقول يقول لك على حادثه وانت تقول له ظروفها كذا، يقول لك انا عرفت برضو من جهه ثانيه. يعني هو كان دايما ياخد المعلومه منك ويصد عليها من جهازه هو. جهازه هو اللي هو جهته هو مع الاخوان. طبعا مع الجماعه. طبعا بينزلوا، وكنا بنعرفه مين اللي نزل المكان وبتاع وعرف ويقول له الكلام ده. ولما جه ما هو كان برضه الجرام عاوز يفرج عن العناصر اللي يعني عاوز يدي يعني مكافاه للناس اللي خرجوهم من السجون والكلام ده كله في نادي النطرون، انه كان عاوز يفرج على ناس ارهابيين. قلت له ازاي يعني اخرج ازاي؟ نعم. قلت له ايه؟ قلت له بيقول لي عاوزين نخرج الناس كده. انا وعدت الناس ان هنخرجهم ونفرحهم، والاخ المستشار جد الله واعتقد سامعني دلوقتي. فقلت له اخرج مين؟ ده انا لسه قانون الطوارئ منتهي في 31/5 ومخرج 3000 واحد بحكم القانون، وكلهم عناصر جنائيه خطره، وبضيف ليهم كمان رصيد اجرامي ان افرج على ناس ذات سطوه اجراميه اخرجهم، اضيف تاني رصيد للحركه بره حركه الجريمه. فقال لي جد الله ده قال لي طب كلم الصدر. قلت له قوي كلم الصدر. ولما لما كلمته قلت له والله انا مش هنقدر نعمل. قال لي لا بس انا قلته وبتاع. قلت له لا هنفحص، ويمكن بنفحص لغايه دلوقتي. انا ما مشيناش الكلام ده خالص. لا مشي بعد ما مشيت بقى بعديه بعدين مشيت انا. خرجوا ناس يعني خرجوا ناس طبعا.